ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده كده طلعت اتكلم معاكم بخصوص الفضيحه. انا مسميها فضيحه يعني، والحمد لله ربنا ايه يعني كشفهم على ايدي. الفضيحه اللي هي هم الاهلي بيعمل اعلانات مموله للفيديوهات بتاعته وللبوستات بتاعته اللي هي بالذات بتاع زيزو. انا سبحان الله كده جالي البوست ده، بس وحياة ربنا كمان انا كاتب اساسا يعني. انا البوست اللي انا كنت كاتبه قبل ما ده يظهر لي، كنت كاتب بوستات كده إن قلت ان هو النادي الاهلي اليومين دول بيعمل هيكثف بقى كل مجهوداته وكل طاقته على زيزو، ان هو ايه زيزو كده وعارف عمل كده، الله ايه الوسامه دي، ايه الجمال ده، ايه الباصه دي، اي حاجه هيطلعوا زيزو ده اللي هو خارق يعني، زي بالظبط ده كان ايه ما كان بيعملوا مع امام عاشور. بس بقى دلوقتي بقى الدور على مين؟ على زيزو. فامام عاشور اللي هو ايه اديله كتف، اركن بقى شويه. وساعتها كان في البوست اديت مثال، قلت بص عندكم واحد زي تريزيجيه ده فعلا الكوره لما تيجي في رجله اقسم بالله الواحد بيحس يعني ايه، لا في حاجه. لعيب جامد. بص انا راجل زملكاوي بس الحق حق لعيب زيزو. تريزيجيه لعيب جامد دولي وجامد ومؤثر في النادي ومؤثر في كل الانديه اللي لعب فيها ومؤثر في منتخب مصر، ولعيب راجل كده ولعيب اهلاوي، وده بقى اللعيب فعلا لعيب ايه تحس ان هو ايه الواد معجون ميه اهلي زي ما بيقولوا يعني، وابن النادي الاهلي. فتريزيجيه لعب ماتش يعني مش عالمي بس لعب ماتش حلو وجاب جون وعمل، وهو اللي كان اللي الكوره لما تيجي في رجله بيبقى فيه خطوره. زيزو ما عملش حاجه خالص 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 خالص. كل اللي عمله شوط ضربه جزاء. قال لك بص بقى، سابوا كل حاجه وسابوا تريزيجيه وسابوا كل حاجه مركزين مع زيزو. الله لو عندنا ضربه جزاء نجيب زيزو. والله العظيم شغل النسوان يعني. تالتة شمال يعني، نسوان يعني. لو جبت واحده شمال، انا بكام واحده شمال مش من تالتة شمال عشان برضه ايه ما بيحصلش لخبطه يعني. انتوا مش ذنبي بقى برضه انتوا بتقعدوا في تالتة شمال. المهم يعني لو جبنا واحده لا مؤاخذه كده وحشه، اخلاقها وحشه، هيبقى ده ايه اتنين ستات كده بيضحوا لبعض وكده نساء. ايه القرف ايه الهبل ده؟ المهم يعني برضه لقيت لك ايه سبحان الله ايه قاعد يقول لك ايه احنا زيزو، الاعلان بتاع زيزو عمل 32 مليون وعمل مش عارف ايه كام مشاهده وارقام قياسيه واعلانات ومكاسب. فكك حتى من الارقام اللي هم بيقولوها دي انها كلها غلط ومفيش مكاسب اساسا في المشاهدات اللي هي دي قوي يعني ايه زي ما هم بيقولوا كده، ان طبعا الحاجات دي بتبقى في مصر غير بتبقى في امريكا او الخليج. المهم يعني قلت لك ايه سبحان الله كده لما كتبت البوست ده والناس قعدت اتقالت عليا والاهلي مش عارف ايه، قلت لك بص جاي لي يا باشا وحطيته خدت ايه كمان ايه سكرين شوت كده وعلمت عليه اسمع ايه يعني باين قوي ان الصور كلها متاخده من الموبايل. ظهر لي بقى لقيت لك 5 اعلانات منهم الفيديو اللي هو بتاع اللي هم بيقول لك عليه فيديو جامد بتاع 32 مليون يعني. كان فيديو ممول يعني. تخيل يا جماعه نادي بيدفع فلوس عشان الفيديو بتاعه ينتشر، ونادي بيدفع فلوس عشان الصور بتاع زيزو اللي هو جاي في امريكا، جاي من مصر لامريكا وبيحضن مش عارف تريزيجيه وبيحضن امام عاشور والشغل اللبش والهبل ده كل ده عاوزين ايه يعملوا بروباجندا. ما فين يا عم الشعبيه وفين اللي مش عارف ايه وفين اللي مش عارف ايه؟ مش كفايه كمان الفضيحه بتاعت الماتش امبارح ده يعني حتى يعني تركي الشيخ جايب لكم ماتش وجايب لكم واشتراكوا كاس وعمل لكم كل حاجه وبرضه خسرتوا. ايه يا جماعه؟ وفكك من كل ده برضه كل ده ما يهمنيش. اللي يهمني اللي هو الجمهور كان حاضر ايه 3 4 يا راجل يا راجل ده الواحد عنده جروب على الواتساب في الزمالكاويه اللي في امريكا بس يا راجل كان اكتر من كده يا راجل يا راجل يا جماعه اتقوا الله. المهم يعني سبحان الله ربنا بيفضحهم، واللي هيتكلم او هيقل ادبه يا جماعه يا عم من غير بس بتقل ادبك كده خش عندي على الصفحه فيسبوك وشوف. يمكن انا راجل كذاب، يمكن انا مثلا راجل مثلا عاملها مثلا فوتوشوب. خش شوف وانت هتعرف ان انتوا يعني والله العظيم ربنا بيفضحكم باعمالكم. خلاص كلنا عارفين ان الفتره اللي جايه كلها هتبقى لزيزو. زيزو لا بصه ايه ده ايه ده يا لهوي. زيزو مش عارف مشي من جنب واحد بص المشيه بتاعته عارف انت اللي هو اي هبل وهيتقال وخلاص. قصص كلنا عارفينها. دي حاجه طبعا. انا بقول لك انا متوقع النادي الاهلي ان شاء الله يعني انا متوقع وبقدم برضه المشيئه النادي الاهلي ان شاء الله مش هيعدي الدور ده، وهو غالبا يمركز يا ثالث يا رابع يعني هو. وانا بقول لك هيبقى مركز رابع. وكمان عنده ماتش الساعه 1، هيبقى الساعه 1 ولا الساعه 3 حاجه زي كده فده غالبا هيشيل كتير يعني. هيبقى مع الفريق البرازيلي فانا متوقع ان هو هيشيل كتير. فممكن يشيل 5. انت عارفين النادي الاهلي ما بيلعب عنده فاهم لما بيلعب في الشمس وكده بيبقى الساعه بيولوجيه والساعه مش عارف ايه وما كانوش كويس وكان في طباخ ايه، فاحتمال يشيلوا كتير يعني. انا بس مش هقعد اقول مش هعلق تاني على اللي كل كلام زيزو قاله والهجص الكذب اللي قاله وطول ما هو عمال يتكلم عن الفلوس والراجل يقول له ده انا ده بنفس اللي قلت الخبر انت بتاخد فلوس كذا يقول له لا مش هاخد كده، ويقول له انت باباك قال كده يقول له لا اصل مش والله العظيم يعني. عامة كل ده عايزين نعديه وده هجص وكده. فالمهم يعني ان شاء الله اللي جاي كده ايه هيبقى خير لكل نادي الزمالك. واللي انا دلوقتي عارفه لغايه دلوقتي في نادي الزمالك انا برضه عشان ايه اوضح مع الجمهور مفيش حاجه يا جماعه تمت رسمي.
لو في حاجه تعمل رسمي انا اطلع اول واحد اطلع اقول لكم. وزي ما قلت لكم قبل كده، انا مش شرط ابقى اول واحد قلت المعلومه، بس انا دايما اللي حاطيني ايه باكد لك المعلومه، اقول لك اه لا ده حصل، ده ما حصلش. عندي طبعا انا بقى سبقت قبل ناس كتير جدا، وجيت قلت لك حصل في مثلا معلومه كذا كذا، يبقى تمام. لكن ان شاء الله باذن الله انت دايما هتاخد عندي هنا المفيد. زي ما قلنا برضه، انا بقول تاني وتالت ورابع، ان شاء الله الزمالك هيقدم الشوكه بتاع ضد زيزو، ومش هياخد حقه في مصر كالعاده، هياخد حقنا بره مصر. بس برضه في ناس بتقول لي طب ليه الاداره يعني ما راحتش دلوقتي للفيفا. الاداره المعلومه اللي عندي انها بتجمع كل الداتا وبتترجم وي عشان تبعت ان شاء الله كل حاجه محترمه كده ايه للفيفا. ده اللي عندي. هل بقى فعلا دي حقيقه ولا لا؟ اللي عندي المفروض انها حقيقه ان شاء الله. ولو وانتوا عارفين لو الاداره ما عملتش كده، انا اول واحد هطلع هفضحهم يعني مش هسمي على حد. احنا عندنا فرصه ان احنا ايه، نوقف زيزو ونوقف النادي الاهلي ونعلم على الاتحاد وايه، ونعلمه الادب هو والرابطه الفاسده. وبرضه موضوع الرابطه ده احنا هنتكلم عليه بقى ايه بعدين يعني، بس مش وقته. انا بس حبيت بس اعلق على موضوع البوست بتاع اللي جالي، اللي هو الاعلانات المموله. ان عيب اول ما نادي في قيمه النادي الاهلي بيعمل اعلانات مموله. يا راجل انت سبت ايه طب الصفحات الجديده يا راجل؟ يعني انتوا عندكم 18 مليون ايه مش مكفينكم؟ هم 18 مليون دول ما بيعملوش حاجه. بيب بيب بقى هنقول ايه؟ انهم يعني بنخلي الناس كده تخش عندي على الصفحه كده، وهتشوفوا الفضيحه اللي بجلاجل يعني. ماشي يا جماعه، يلا سلام.